السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. دلوقتي لو أنت قدامك شاشة تورنيدو أو أي نوع ما هيكون فيها الزرار ده، زرار الباور ده، تمام، واللمبة البيان دي. طبعا كل الشاشات معروف إنها فيها لمبة البيان دي وزرار الباور ده. إيه مشكلة الشاشة عندك؟ مشكلة الشاشة عندك إنها لما بتحط الكهرباء اللمبة دي بتفضل قايدة لون أحمر بمسافة، وبتدوس على الريموت أو بتدوس على الباور ومش بتشتغل خالص، بتقعد فترة على ما تشتغل. يبقى السبب إيه؟ السبب إن في حاجة هنا اسمها المذر بورد اللي جوه الشاشة، جوه البوردة بتاع الشاشة. تمام، المذر بورد ده بيبقى محتاج تفريغ شحنة، الشحنة بتبقى مخزنة جواه، فالمكثف بيعمل تهنيجة، وده غلط لأن كتر الشحنات جوه الشاشة غلط. فدلوقتي هنحط الشاشة، الفيشة كده ادت، هندوس على الزرار اهو، سمعتوا الصوت؟ تاني ما اشتغلتش، تالت ما اشتغلتش، رابع اشتغلت، 4 مرات عشان يشتغل. فاحنا هنشيل الفيشة تاني. تمام، النور الازرق ده معناه انها اشتغلت. تمام، دلوقتي انا دوست 4 مرات عشان تشتغل، والعطل ده بيواجه كتير من الناس. من غير ما ترجع لفني، من غير ما تروح لحد، من غير ما تكلم حد، مجرد ما تشوف الفيديو ان شاء الله هخليك تصلح الشاشه. بس امان عليك بتدعمنا باشتراك وبلايك وتصلي علينا في الكومنتات، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي عطل ما في اي حاجه اكتب لي وان شاء الله هنقول لك حل. هنروح على الفيشه، هنحطها في الكهرباء ونعد من 1 ل5. 1 2 3 4 5. عدينا لحد 5 واللمبة اهي قايدة معانا. نشيل الفيشة تاني، نفصل الكهرباء لحد ما تطفي. تمام، لحد ما ايه، ما تطفي. وقت انا فاصل عنها الكهرباء ولحد دلوقتي لسه ما طفتش. مركزين معايا يا اخواتي؟ دلوقتي فصلت. عد بقى من 1 ل3. 1 2 3. ونحط الفيشة تاني، كهربا كده تدخل للمذر بورد تاني وتشحن جوه المكثف تاني. نعد من 1 ل5. 1 2 3 4 5. هنروح نشيل الفيشة ونستنى لما اللمبة تطفي. أنا معاكم أهو واحدة واحدة في الشرح عشان تبقوا مركزين معايا. لما اللمبة تطفي نعد من 1 ل3. كده اللمبة طفت. 1 2 3. وبعد كده نحط الفيشة تاني. كده حطينا الفيشة، وادي زرار الباور، ندوس عليه دوسة طويلة، ندوس عليه دوسة طويلة. تمام، ونشيل الفيشة وندوس تاني. خدتوا بالكم من اللون الازرق اللي قاد وقت ما الشاشة كانت مفصولة كهرباء؟ تمام كده، ايه النور الازرق اللي قاد ده؟ هي دي الشحنة اللي اتفضت من جوه المكثف. وكده الشاشة المفروض انها اشتغلت معانا 100%. فلما نحط ايدينا على زرار الباور اللي تحت اللي انتوا عارفينه تشتغل معانا من اول لقطة. وبكده تكون اتحلت. اتمنى ان انتوا تدعمونا وتقفوا معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.